وهبدا اشوف انت فكرت ازاي. لو انا جيت ومش لازم ابص على الكود، انا هبقى عارف انت مستخدم ايه امتى وفين. لو انت عملت سكرول هنا وعملت سكرول هنا هديك 0 من 10. فانت لازم تبقى اخد بالك كويس جدا من الويدجتس المختلفة اللي انت هتبدأ تستخدمها. الطريقة دي سيئة للغاية. سنجل تشايلد سكرول فيو كولوم، عملت ليست فيو، واجهتك مشكله اللي انت مش عارف تديله فيكسد سايز، خلاص الشرينك راب، وتسال شات جي بي تي يقول لك شرينك راب، وتروح عاملها شرينك راب وتديني باد بيرفورمانس عشان جوست تعمل سكرول في الصفحه. اليوزر لما يعمل سكرول من هنا يسكرول، ولما يعمل سكرول من هنا يسكرول. طبعا الحاله دي غلط تماما. تقول لي خلاص انا هحل المشكله واقول لك الفيزيكس بتاعك نيفر سكرول فيزيكس، عشان الحته دي ما يحصلهاش سكرولابل، والحته دي كلها يحصل لها سكرول من اي اتجاه. هقول لك انت عملت غلط وغلط وغلط، وعمال تزود الغلطات وتعمل هنا نيفر سكرولابل سكرول فيزيكس عشان تقدر تعمل سكرول في الصفحه كلها باستخدام السنجل تشايلد سكرول فيو. برضو غلط، لان كل ده ورك اراوند. طب ما انت عندك يا صديقي العزيز من غير بقى السنجل تشايلد سكرول فيو، انت عندك اصلا مكان الكولوم ده ممكن استخدم كاستم سكرول فيو، وابدا جوه الكاستم اعمل ليست اوف سليفرز، وكل السليفرز دي تديك البيهيفير اللي انت محتاجه. تعالى ناخدوا الكلام ده كله كده يا صاحبي ونحطه جوه السليفر ونشيل التشيلدرن.